مع سيدنا الله ينصرو، لانه الجزائر بينوا على سوء النيه ديالهم بالخطاب الاخير ديال رئيس الجزائر انه ولات يقيس السمعه ديال سيدنا هذه ما نقبلوهاش. يبدو ان خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه قد اجج الشارع المغربي الذي يعتبر توسيع مهمه المينورسو بالصحراء مس بالسياده المغربيه. عدد من المحللين اعتبروا المطلب الجزائري تحريضا مباشرا من قبل النظام ضد وحدة التراب المغربي وسيادته على الصحراء الغربية، بل البعض تذكر حتى مأساة الصراع المسلح بين المغرب والجزائر في حرب الرمال. هذه كنقدمها لبوتفليقة ديال الجندي ديالو في 63 حاسي بيضاء وحاسي تنجوف 151 بريزوني شدينا وجبتهم على يدو لمراكش ورانداهم حسن الثاني بوجده وكلين شاربين ومكسيين. حنا الشعب المغربي كنحبوا الشعب الجزائري، تنحبوهم من قلبنا، حنا كنحبوهم من قلبنا وتنحماقوا على الشعب الجزائري وما عندنا حتى شي عداوه معاهم. الله يهدي الحكومه ديالهم يحلوا ديك الحدود ويخليوا حسينه الرحيم تبقى تدوز بيناتنا وبين الشعب المغربي والشعب الجزائري. لغة التفاؤل حول قضية الصحراء الغربية التي كانت تطبع الخطاب الرسمي بالمغرب انتقلت إلى لغة التنبيه والتحذير، والسبب الرئيسي هو موضوع حقوق الإنسان وموقف عدد من الدول وعلى رأسها الموقف الأمريكي.